احلى منظر بشوفه واحلى ريحه بشمها اول يوم رمضان مهما جبنا من حلويات ومن اكبر المحلات هي صينيه الكنافه. شكلها وريحتها في البيت بتبقى بهجه وفرحه فعلا. هنعرف ازاي نعمل صينيه الكنافه الصح الكلاسيكيه البسيطه المحشيه بالمكسرات وتطلع مكعبات كده زي ما بنشوفها في فاترين الحلويات بالظبط. كمان هنتعلم شربات الكنافه الصح قوامه المظبوط وازاي نطلعه وازاي نحتفظ بيه حتى يقعد بالسنه عندنا في التلاجة ما يجرالوش اي حاجه. تابعوا معايا الفيديو، يلا نبدأ بسرعة. معايا على النار هنبدأ بالشربات، كيلو من السكر او يعني 4 كوبايات بالظبط من مج الشاي او اي 4 كوبايات. هحط عليهم عصرة ليمونة كبيرة وعليهم نفس الكوباية وحدوا بيها عليها 2.5 كوبايات من المية ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. وعشان ما تحيروش نفسكم ادي شكل عسل الجلوكوز، سعره مش غالي، موجود عند اي حد بتاع مستلزمات حيواني او العطارين. مش موجود استغنوا عنه تماما، بس هو امان وبيدي بيدي لمعه كده حلوه للشربات وبيبقى امان انه ما يسكرش ابدا وفعلا بيقعد بالسنه. هسيبه يغلي 10 12 دقيقه بالكتير قوي وبعد كده اطفي عليه ويبرد واحطه في برطمانات وبكده الشربات بتاعي بيبقى جاهز. مفيش اسهل من كده. تمام، وحدوا بس الكوبايه اللي انتوا بتعايروا بيها السكر والميه. معايا هنا نيجي للكنافه، نص كيلو من الكنافه او حتى الموضوع مش محتاج مقادير، انا هقول لكم هو التكنيك الدنيا بتتعمل ازاي. صينيه هدهنها كويس قوي بالسمنه. تمام، ومش هنعمل زي ما احنا متعودين في البيت ان احنا بنفرك، دي الطريقه اللي بتتعمل في المحلات وفي المصانع زي ما عشان تشوفوا قطع الكنافه مكعبات كده زي ما بتشوفوها في المحلات زي ما الراجل بيقطعها لكم. هنحط الكنافه وهي نيه زي ما هي كده بعد ما اكون دهنه الصينيه كويس جدا، واحط طبقه كويسه جدا ابقى واخده بالي ان مفيش اي قطعه من الصينيه تكون متعريه او ما فيهاش كنافه لازم، والا عشان بس مفيش حاجه تتحرق من المكسرات او كده. حطيت طبقه كويسه جدا من الكنافه، هجيب المكسرات بتاعتي ايا كانت، ده فول سوداني على جوز هند على بندقتين يعني اي حاجه بقى. معلقه كبيره من السمنه دي بتدي طعم حلو جدا مع الحشو. هحط رشه من الفانيليا ورشه من القرفه، مش عايزين قرفه استغنوا عنها، بس الميكس ده بيدي طعم حلو قوي مع بعض. وهحط بقى المكون الاساسي في الموضوع كله، ده الشربات اللي احنا كنا عملناه مع بعض. ده شكله بعد ما بيبرد وبيتحط في التلاجة، عشان كده بقول لكم ما تسيبوهوش يغلي كتير بالذات اللي محطوط عليه عسل جلوكوز. تمام، حطيت حوالي كوبايه او كوبايه الا ربع منه. انا هدفه هنا مش ان انا ادي تسكيره ولا اي حاجه، هدفه ان هو ده بيبقى زي عامل ربط للمكسرات بتاعتي ان هي ما تقعش بقى كده وتتفتفت وتطير في كل حته وانا بقطع الكنافه، وتبقى طبقه كده في النص محتفظه بنفسها وبشكلها. هفضل اعجن بقى كده فيها كويس بالخليط ده لحد ما اجمع في ايدي كوره كده، هي كده تبقى تمام. خلاص شايفين لازم توصل للمنظر ده. هجيب الكنافه بتاعتي احط الحشو بتاعي اوزعه كويس وافرده في الصينيه واراعي كويس جدا ان ما تبقاش في حته عاليه وحته واطيه او حته فاضيه، وحاولوا ما توصلوش للاخر قوي برضو عشان لو في زبيب او اي حاجه ما تتحرقش. هنضغط كويس قوي على المكسرات وممكن نستخدم معلقه نساوي السطح كويس جدا عشان يعني تبقى يعني متسويه زي المسطره. خلاص سويتها كويس قوي. هحط دلوقتي باقي كميه الكنافه. شفتوا مفيش اسهل من كده، الطريقه دي اسرع كتير احسن كتير ونتيجتها احسن كتير كتير. تمام، هحط باقي كميه الكنافه واوزعها برضو كويس. يبقى احنا جبنا الصينيه دهناها سمنه كويس، حطينا نص كميه الكنافه وفردناها وزعناها كويس والمكسرات او الحشو، وهحط الباقي هنا. عايزه اقول لكم ساعات بيبقى في حتت كده، انا مطلعه الكنافه من الفريزر بيبقى في حتت كده لازم نفركها لان الحتت دي ساعات بتعجن او بتتحرق في الفرن، فلازم تفركوها كويس. هجيب بقى كيس بلاستيك وصينيه اصغر من الصينيه بتاعتي واكبسها كويس. فكره الكنافه دي هي في الكبس. هضغطها كويس جدا، ولو عندك وقت يعني ممكن تركنيها على جنب ساعتين 3 وتحطي عليها تقل، ما عندكيش خلاص انا عملتها على طول. كل ما بتقعد كل ما بتبقى احسن. كبستها كويس زي ما انتوا شايفين سطحها بقى متساوي ازاي. كل ما تكبسيها كل ما تبقى احسن ويبقى شكلها احسن في التقطيع. خلاص، في ناس بتبيتها ليله بعض يعني الحلوانيه وكده، الموضوع مش مستاهل، احنا بنعمل حاجه في البيت. وتيجي هنا خطوه السمنه بقى، هنجيب السمنه السايحه بتاعتنا، السمنه البلدي الحلوه بتاعتنا، وهنحط بقى الصينيه دي خدت حوالي من كوبايه ونص لكوبايتين الا. بنعرف يعني لازم اسقيها كويس جدا، ما اسيبش ولا حته فاضيه.
وهوريكم ازاي احنا بنعرف انها استكفت سمنة. الكنافة لازم تتسقي سمنة وتتخدم كويس، اخدموها كويس في السمنة عشان ما تطلعش ناشفة. خلاص بضغط بالمعلقة كده واشوفها وبوزع السمنة كويس، واول ما اضغط بالمعلقة الاقيها بتطلع، بدأت شايفين واكيد واضحة نسبة سمنة بسيطة، يبقى هي شايفين، يبقى هي كده تمام قوي واستكفت السمنة بتاعتها ومش محتاجة اكتر من كده. ولو زودتوا مثلا السمنة زادت منكم بعد ما طلعت من الفرن ولا اي حاجة، تقدروا تصفوها وتستخدموها عادي جدا تاني في الحلويات. وده بيبقى شكلها بعد ما طلعت، بتاخد حوالي 10 دقايق ربع ساعة في الفرن على درجة حرارة 190. اول ما بتطلع مش بسقيها بالشربات، بقلبها الاول في طبق التقديم. لازم اوعوا تحطوا الشربات التقيل ده جوه وهي في الصينية الالومنيوم، لان عمرها ما هتطلع وهتلزق منكم وهتبقى وحشة جدا. قلبتها وهي لسه ناشفة، وبعدين هنزل بقى عليها بالشربات الجميل بتاعي. شايفين بقى جماله وبيلمع كده، لونه زي البلور. تمام. والكنافه زي ما قلت لكم طالعه ما فيهاش سمنه زياده ولا اي حاجه، وزي ما قلت لكم لو زادت صفوها واستخدموها تاني في الحلويات. هوزع الشربات او العسل بتاعي او السيرب او القطر زي ما بتسموه بقى، هوزعه كويس على الكنافه ونسيبه بقى، هي كده سخنه مولعه يعني، هتبدا هي تشربه شويه بشويه. خلاص لازم الكنافة تبقى طالعة سخنة والشربات يكون بارد تماما. خلاص شايفين اهي بدأت تشربه شوية بشوية. هزينها بس كده على خفيف، وده شكل الشربات اللي احنا عملناه سوا. بوريكم البرطمان اهو طالع من التلاجة، ان انا بحتفظ بيه بيقعد ممكن بالسنة لو انا مستخدمة العسل الجلوكوز ده. شايفين بقى هوريها لكم عن قرب. انا هزينها كده حاجه بسيطه قوي وهتشوفوها عن قرب، واخده يعني الشكل الصح، ان هي تبقى مقرمشه كده ومخرفشه من بره في نفس الوقت طريه من جوه. يعني ما نقطعش القطعه تبقى ناشفه وتضرب في الحيط كده ترد تاني زي ما كنا زمان بنشتكي منها. بالذات الكنافه بالمكسرات دي بتنشف من ناس كتير. شايفين بقى مقرمشه من بره ومن جوه طريه جدا، ولسه هنقطعها ونقدمها دلوقتي. عايزه اوريكم حاجه بقى، انا حتى مرضيتش اشيلها من الفيديو، يعني مرضيتش اشيلها وانا بعمل المونتاج. هوريكم حاجه كده وانا بقطعها دلوقتي. الصينيه هي الكنافه بردت، يعني بردت بس مش قوي يعني، كنت مستعجله وحابه اوريها لكم، فجيت اقطعها فكانت خلاص بقى هتتبهدل مني. عشان كده بقول لكم لازم تسيبوها ساعتين 3 4 عشان تتقطع كويس قوي وما تتبهدلش منكم، وتشوفوها قطع او مكعبات زي ما انتوا شفتوها كده في الاول. فلما لقيتها كده سبتها زي ما هي، حبيت اوريها لكم يعني. وادي شكلها بعد ما سبتها حوالي 3 4 ساعات. شايفين بقى بتتقطع كده يعني مكعبات بمعنى كلمة مكعبات، وفي نفس الوقت بتدوب في البق مش ناشفة. يعني بصوا بقى الطبق ده يسوى ايه، ريحة وطعم ونظافة، ويعني عمرها ما هتكلفنا زي المحلات. ادي شكلها من جوه. طبقة المكسرات اهي باينة فيها زي ما بنشوفها في الفاترين بالظبط. اتمنى يعني لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك ضروري، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، هتوصله الوصفات الجديدة في ميعادها بإذن الله. لونها زي الذهب زي الكهرمان. هفتحها لكم هنا من النص كده، شايفين بتتقطع بمنتهى السهولة، فعلا جميلة. انا كنت هنا بدوقها مقرمشة من بره وفي نفس الوقت بتدوب من جوه، جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. الفترة الجاية كل سنة وانتم طيبين على خير يا رب. يعني يلا الحقوا اعملوها بقى عشان اول يوم رمضان بإذن الله. الفترة الجاية هنعمل حلويات رمضان وهنعمل حاجات كتير، هنحاول نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ولكن في الاخر النتيجة تطلع زي المحترفين بالظبط. اتمنى تجربوها على طريقتي، ومستنية رأيكم في الكومنتس، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة، كل سنة وانتم بألف خير.